اوه، هسه انا صليت صلاة الظهر كاملة لو نسيت منها ركعة. هسه غير اتذكر. اي يمكن صليتها. ها لا لا لا، يمكن ما صليتها. استغفر الله، وانا وين رايح ما ادري. هسه لازم اشوف لي شيخ معمم واسئله عن حكم صلاتي، صحيحه غلط، شو اسوي ما اسوي. يلا صديقي الكرام، ان شاء الله حبيبي ما يكون خاطر كله طيب. انا مرة ان شاء الله حبيبي. الله كرار، انت والله دوختني، يا رايح يا جاي، ما قل لي ايش بيك. يا اخي انا دخت ما ادري، صلاة الظهر صليتها كاملة لو نسيت منها ركعة. بالي مدري وين كان رايح، وهسه اريد اشوف الشيخ واسئله ويحل هالموضوع. ولك كرير واسفة عليك، اكو شي دوخك وانا موجود، شو تريد نصير لك؟ بس قل لي. وانت شنو منو حتى تقدر تحل مسألة دينية؟ بس عليك اخويا، انا شنو؟ هي شراد لها، منو ما يعرف الحلال والحرام؟ اخويا كرا ايش فيك؟ راسي يمكن صعد الضغط، ما تجي تشوف ضغطي؟ والله اخوي تريد صراحه انا ما اعرف هاي السوالف، خلينا ناخذك للطبيب هو يشوف الضغط مالك. ليش هسه صار الدكتور احسن منك؟ كرار حبيبي، شيء اكيد احسن من عند الدكتور، مو الدكتور تعب ودرس ووصل مرحله من العلم. اخوي هو كل من اختصاصه، لا اقول لك ولا اقول لي. هسه من وصلت للدكتور صار كل من اختصاصه. احنا ليش من نريد نبني لازم نجيب لنا مهندس على مود يخطط لنا الارض ويبني لنا البيت، ومن نتمرض نروح للطبيب على مود يعالجنا. بس من توصل الشغله يم الدين نقوم كل احنا نصير متدينين ونقوم نحلل ونحرم بكيفنا. وكانك سكتت. اخويا كرار هو الدين شو راد له؟ وياه ما يعرف الحلال والحرام. شنو اخوي؟ اذا انت تعرف الحلال والحرام ليش ما تصلي؟ اذا انت صلاه ما تصلي شلون تحلل وتحرم بكيفك؟ وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع